شيماء خالد أبو غانم، ومواليد اليمن صنعاء. أنا سافرت مع عائلتي لأمريكا عام 2010، ومن هذا أول ما وصلنا لهنا وقعت لنا الجنسية وعشنا هنا قد لنا الحين 11 سنة عايشين. قصة شيماء بنت أبو غانم، وش السالفة الحقيقية ورا سجن أبوها؟ يا هلا والله فيكم. سمعتوا عن البنت اليمنية اللي سجنوا أبوها 17 سنة في أمريكا؟ السالفة قلبت الدنيا والناس انقسمت بين مكذب ومصدق. بس اليوم بنشوف وش قالت شيماء خالد بنفسها عن ذي القضية، وهل هي فعلا بلغت عن أبوها؟ خلوكم معنا. البداية يا جماعة الخير، شيماء وعائلتها عايشين في ولاية نيويورك في أمريكا من عام 2010. البنت درست هناك وتخرجت مهندسة وعايشة حياتها طبيعي. في 2021 العائلة قررت تنزل لليمن عشان يزوجون إخوانها، وفعلا تم الزواج والأمور كانت تمام. فجأة وبدون سابق إنذار السلطات الأمريكية مسكت الأب والإخوان في المطار وهم راجعين لأمريكا. التهمة؟ قالوا إنهم خطفوا شيماء وجبروها تسافر اليمن وتتزوج غصب. الخبر انتشر كالنار في الهشيم وصار ترند، والناس بدأت تهاجم البنت وتقول إنها هي اللي بلغت عن أهلها. لكن شيماء طلعت في فيديو وصرحت وقالت كلام باطل. البنت أكدت إنها راحت اليمن برضاها وما في أي ضغط عليها، وقالت إنها تفاجأت بالخبر من أمها اللي كانت في أمريكا وقتها. شيماء تقول إن السلطات أو منظمات هناك تدخلت وحورت الموضوع على إنه اختطاف وزواج إجباري، وهو مو صحيح. وفقرت الهدف من العودة. الحين شيماء تبي ترجع لأمريكا بالتنسيق مع السلطات، مو عشان تهرب، لا، تبي ترجع عشان تشهد وتوضح الحقيقة للقضاء الأمريكي، وتحاول تطلع أبوها وإخوانها من السجن، لأنها تعتبر إن اللي صار انتحال شخصية وتلفيق لقصتها. هذه كانت تفاصيل القصة اللي هزت الجالية اليمنية والمجتمع بشكل عام. انتم مش رأيكم؟ هل تعتقدون إن القوانين في أمريكا أحياناً تفهم عاداتنا غلط وتكبرها؟ ولا السالفة فيها تفاصيل ثانية ما ندري عنها؟ لا تنسون اللايك والاشتراك وعطونا آرائكم في الكومنتات، ونشوفكم على خير. قصة شيماء بنت أبو غانم أثارت جدلا واسعا بعد سجن والدها وأخوتها 17 عام في أمريكا بتهمة إجبارها على الزواج. شيماء نفت الاتهامات تماما، وأكدت أنها سافرت إلى اليمن برضاها لحضور زواج أخوتها، وإنما حدث نتيجة تدخل جهات حرفت القصة واعتبرتها زواجا قسريا. شيماء أعلنت نيتها العودة لأمريكا للشهادة أمام القضاء لإثبات الحقيقة ومحاولة تبرئة والدها وأخوتها، معتبرة القضية سوء فهم للقوانين والعادات. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.